والسعادة دايما. المراهقة لكل بنت في سن مراهقة، ركزي معايا كويس عشان خاطر اللي هقوله ده هينفعك قوي، والله العظيم هينفعك كتير جدا. لكل بنت في سن مراهقة، البنات بالذات، الولاد زي ما احنا ما بنقول عليهم ما عليهمش خوف قوي، على الرغم ان هم لازم يتربوا زي البنات، بس البنات دول اخطر. لكل بنت في سن مراهقة ما تحاوليش تتبعي نظام الحياة الأوروبية اللي بره. هم حاجة واحنا حاجة، هم ليهم طريقة واحنا لنا طريقة. صدقيني اي حاجة هتعمليها هتعود عليكي لما تكبري، اي حاجة هتبقي فيها هتعود عليكي لما تكبري. اوعي تفكري اي حاجة تفكري تعمليها غلط وشايفاها ان دي حرية شخصية، دي مش هتعود عليكي. الناس ما بتنساش. البنت بالذات كان دايما بابا الله يرحمه يقول لي البنت ما عندهاش اغلى من كرامتها وسمعتها، الاتنين دول مش هينفع تمشي غير بيهم. لازم تركزي في كل اللي انتي بتعمليه. صدقيني دخلتي في قصة حب على اساس بقى مشاعر ومراهقة ودي حاجات بتبقى جوه عن البني ادم غصب عنه كنفسيا وعلميا. انا مش بقولك ان انتي كده غلط، بس هقولك روحي الجئي لاهلك، الجئي لمامتك، الجئي لحد انتي بتثقي فيه يخليكي عينيكي مفتوحة على الصح مش الغلط. لاني صدقيني مفيش حاجة بتنجح في السن الصغير ده. السن ده لا فيه قرار صح، ولا فيه احساس بيبقى صح، ولا فيه مشوار بيبقى صح، غير ان انتي لازم تفكري في حاجة واحدة وبس. افكر اني لازم اوصل لهدفي ومستقبلي اللي هيخليني اعرف اختار صح، هيخليني الناس تحترمني، هيخلي الناس تقدرني، وهيخلي البني ادم اللي انا في يوم من الايام هقول هو ده اللي انا عايزاه يكون متشرف بيا. حطي في بالك ان ماضيكي هو اللي هيشرفك في الحاضر بتاعك. لو ماضيكي اسود الحاضر بتاعك هيبقى اسود. ليه بقى؟ هيطلع لك في كل حته عفريت، هيفكرك باللي كنتي بتعمليه، هيفكرك باللي كنتي بتقعي فيه في الغلط. واول حاجه لازم تعلميها لنفسك عشان تعرفي تحجمي نفسك انك تصلي. صلي واقري قرآنك، ما تاخدوش ان هو فرض عليكي، خديه ان هو حب لربنا وحماية ليكي. نيجي بقى عند الجزء الاهم اللي بيوصل عيالنا انهم يمشوا في الغلط وانهم يلجأوا دايما للحضن الحنين زي ما بيقولوا. الجزء الاهم الجزء اللي موجود في البيت، سواء الام او الاب، مش الام لوحدها ومش الاب لوحده، الاتنين مع بعض. لو انتم مفكرين ان شدتكم هي اللي هتطلع بني ادم سوي او بنت سويه، احب اقول لكم ان انتم غلطانين. لازم تربوهم من البدايه انهم يخافوا رب العالمين قبل ما يخافوكم، ولازم تربوهم ان مهما كانوا عملوا الغلط يجروا عليكم، ولازم تحطوا جواهم المحبه. المحبه في ايه بقى؟ اني انا بيتي مليان حب، فانا مش هلجأ للحب اللي بره. البنت بتلجأ لاي شاب بره بسبب كلام حلو، بسبب اسلوب ظريف، بسبب كلام مخلوق من الهوى ملهوش اي صمة بالواقع ولا يخصه باي شيء، لسبب واحد بس، ان عندها في بيتها مفيش حد محتويها. فاول ما بتلجأ ومشاعرها بتتحرك لاي حد بره، حد يحسسها بانوثتها، حد يحسسها انها جميلة، حد يحسسها بالحب. لكل اب لما يشوف بنوته افضل قول لها الله انت جميلة، الله انت حلوة، ايه اللبس اللي انت لابساه حلو ده، انتي ازاي كده، انتي دماغك حلوة قوي. يفضل يحضن ويبوس فيها ويديها الحب اللي ما ينفعش تلجأ لحد تاني بره فيه. انت مش هتضرها، غيرك هيضرها. ولكل ام خليكي صاحبة لبنتك مهما كانت عنادية معاكي، ومهما كانت بتوصلك لدرجة ان انتي مش قادرة تستوعبي اني انا عندي بنت كده، لان انتي بايدك بتوصليها للهلاك. ابوس ايديكوا، لان اللي بيحصل دلوقتي مهزلة حرفية. الشباب كلها شغالة ان لما بنت تشوف حاجة وواحدة تانية تنتقدها تقول لها ايه ده انت دقة قديمة، ايه ده العالم دلوقتي بقى متفتح. يا جماعة لو ربنا من البداية عالدين هيطلع فيه بذرة مخلوقة من جوه البني ادم. انا خايف من الرب مش خايف من العبد. البنات والله العظيم
ما في حد هيبصلكوا ولا في حد هيحبكوا ولا في حد هيتجوزكوا طول ما انتوا بتبوظوا سمعتكوا بايديكوا. وفكروا في يوم من الايام لا مشي هينفعكوا ولا حب المراهقة هينفعكوا، بل بالعكس هتتضروا، واكتر ناس هتتضر هي البنات مش الرجالة. الرجالة ما بيلزقش فيها حاجة، البنت للأسف هي اللي معرضة لكل حاجة. وللشباب لازم تربوهم انه لازم يعاملوا البنات اللي بره زي اخواتهم بالظبط. اللي تقبلوا على اختك اقبلوا على بنت الناس اللي قدامك، اللي مش ذنبها اي حاجة غير انها بتصدق الكلام اللي بيدخل ودانها. وخلينا عارفين ان البنت اول حاجة فيها وبتقدر تحركها وبتحرك مشاعرها هي ودانها. ودانها اللي بتسمع الكلام الحلو، ودانها اللي بتخليها تحس انها ملكة في وسط الناس كلها. ربنا يحفظ شبابنا جميعا ويحفظ بناتنا ويحفظنا من السن الرهيب ده، لان احنا داخلين على جيل ما يعلم به غير ربنا.